يا صباح الخير عليكم، صباح الأمل والسعادة على كل مشاهدينا وعلى كل حبايبنا اللي بيشوفونا في كل مكان. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج شروق اليوم. يا رب يكون كده شروق اليوم مليان بالخير والأمل والسعادة على حضراتكم جميعا. النهاردة إن شاء الله فقراتنا مختلفة ومتنوعة. خلونا نبدأ بأولى فقراتنا، والحقيقة مفيش اختلاف على إن كل مرحلة في حياتنا مختلفة عن التانية، وبالتأكيد كل مرحلة وبيبقى ليها متطلباتها الخاصة، ابتداء من المرحلة الدراسية مرورا بالانتقال للمرحلة الوظيفية والعملية وما إلى آخره. وبالتأكيد طبعا شباب وبنات كتير جدا عندهم طموحات كبيرة وتطلعات، ولكن إزاي أأهل نفسي من الأساس وإيه الخطة اللي المفروض أتبعها علشان يبقى مساري العملي والوظيفي ماشي بشكل صحيح وسليم، واقدر احقق اهدافي العمليه في الحياه بنجاح. الحقيقه ده موضوع فقرتنا النهارده واللي هنعرفه مع ضيفنا الكريم اللي مشرفنا ومنورنا، دكتور مهندس احمد عبد الغني، والحاصل على الماجستير والدكتوراه في اداره الاعمال. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك. اخبار حضرتك ايه؟ كلام الحمد لله. منورنا بوجودك معانا. ده منور بحضرتك وبالساده المشاهدين الكرام. ربنا يخليك. طيب زي ما قلنا طبعا كل مرحلة في حياتنا مختلفة عن التانية، وبالتأكيد في فرق كبير بين المرحلة الدراسية وبعد كده الحياة العملية بقى والوظيفية. وطبعا ده من الموضوعات المهمة جدا واللي ضروري ان احنا نوضحها للسادة المشاهدين. عشان كده عايزين نعرف من خلال حضرتك في البداية الفرق بين المرحلتين اللي هي المرحلة الدراسية والحياة العملية والوظيفية وهكذا. تمام. هو الفرق كبير جدا ويعتبر زي تحديد مستوى. لازم بكون عارف الفرق عشان احدد المستوى انا فين واقف فين، ولما المرحله الجديده رايحه هعمل فيها ايه. اول فرق معانا عندنا 3 فروقات مهمين جدا. اول فرق معانا هي الريسبونسابيلتي، المسؤوليه. انا طالب، كل مسؤوليتي ان انا اعمل حاجه واحده بس، ان انا ذاكرت كويس بنجح واجيب التقدير على حسب المذاكره اللي انا ذاكرتها. طب ما ذاكرتش ما بنجحش. طيب تاثير المسؤوليه هنا بيقع على الطالب بس. الطالب لو نجح، الطالب لو ذاكر بينجح، ما ذاكرش ما بينجحش، خلاص هو مقتصر عليه هو شخص. طيب الناحيه العمليه، قبل ما نقول الفرق في الناحيه العمليه وكمان الفرق كمان في حته تاثيره، لازم نبقى عارفين البيزنس او الشركه او المؤسسه اللي هو هيشتغل فيها هو عباره عن ايه. عباره عن دايره، والموظفين الموجودين جوه الشركه اللي بيقوموا بمهام وظيفيه واقفين على حدود الدايره. كل واحد واقف فيها بياخد نتيجه لشغل اللي قبليه، وبيقدر بيعمل عليه شغل بعد كده خاص بيه، وبيبدا يطلع نتيجه يسلم للي بعديه. أيوة. معنى ذلك ان كل واحد بياخد من اللي قبليه حاجه وبيدي للي بعديه حاجه. ففي ترابط كبير جدا. طيب تعالى نشوف بقى لو الشخص دوت ما اداش ما عندوش احساس بالمسؤوليه، فبالتالي ما اداش بصوره كويسه المهام بتاعته. ايه اللي بيحصل؟ تاثيره السلبي بيبقى عليه هو كشخص. السمعه بتاعته ما بتبقاش كويسه، ان هو شخص مش كواليفاي، مش قادر يؤدي مهام الوظيفيه بتاعته. التأثير كمان على الكارير باث بتاعه، المسار الوظيفي بتاعه، ما بيقدرش ان هو يترقى او ينتقل لاماكن افضل من اللي هو موجود فيها. وممكن كمان ما يحافظش على المكان اللي هو موجود فيه. طيب ده التأثير. التأثير ده بس؟ لا، ده في تأثير اكبر كمان، تأثير على الاورجانيزيشن وعلى الشركه ككل. من حيث هو النهارده لما بيقدم مهام وظيفيه هو بيساعد زمايله الموجودين في نفس التيم او في نفس القسم. القسم ده ليه علاقه وتواصل وترابط ما بين اقسام ثانيه جوه الشركه اللي في الاخر بتخدم اهداف الشركه ككل. فطبعا هنا لو هو بيأثر على القسم، فبالتالي بيأثر على الاقسام الثانيه، فبيأثر على اهداف الشركه اللي هي اصلا عشانها اتوجدت. فالموضوع بيبقى صعب جدا. فده بالنسبه للمسؤوليه بالنسبه للموضوع السلبي. طب هو لو نجح في شغله وادى بصوره كويسه، ساعتها بيحصل ايه؟ ساعتها هو بيبقى شخص كويس، شخص كواليفاي، شخص مطلوب في السوق، عنده سمعه كويسه، بيقدر يترقى ويوصل لاماكن كويسه في وقت قصير. طيب للجانب الثاني بقى، الجانب التاثير الاكبر على الشركه، هو بيساعد زمايله، بيساعد القسم بتاعه ان هو يقدم المهام بتاعته بصوره كويسه، بيحسن من الاداء، بيساعد الاقسام الثانيه لانه اوريدي القسم بتاعه عمل شغله بطريقه كويسه، فبالتالي يساعد الاقسام الثانيه، فبالتالي يساعد الاورجانيزيشن والشركه ككل ان هي تحقق الاهداف بتاعتها. فطبعا لازم الشخص لازم يكون عنده احساس بالمسؤوليه. هديك مثال بسيط جدا. انا في المجال اللي انا شغال فيه، ابسط مسمى وظيفي عامل محطه. يعني تسمع الكلمه، يعني حاجه بسيطه، عامل محطه، تاثيره كبير جدا. ده لو اثر في شغله وما اداش بالصوره اللي لازم يؤدي بيها، ده بيأثر على معدل انتاج المنتج، بيأثر على العمر المنتج نفسه، بيعمل مشاكل جسيمه جدا بين الشركه وبين العميل، فبالتالي الشركه تخسر كتير جدا. ده
بتتكلم على عامل عن محطة. فرد واحد وهو عامل محطه، مسمى وظيفي بسيط جدا ولكن تاثيره كبير جدا، فلازم يكون عندنا احساس بالمسؤوليه. الحته دي بتندرج تحت سكيلز مهمه جدا لازم يكون واخد بالي منها، هي التكنيكال سكيلز، المهارات الفنيه اللي هي خاصه بالمهام الوظيفيه. ده بالنسبه لاول اختلاف معانا. الاختلاف الثاني معانا وده برضو مهم جدا هو الانفايرمنت، البيئه. بمعنى بيئه ايه؟ البيئه المحيطه بيا. انا في الكليه بتعامل مع صحابي بمزاجي، بمعنى صاحبي النهارده في بيننا كيمياء وكويسين مع بعض، فانا الدنيا جميله جدا مع بعض. حصل خلاف بسيط كبير، انا خلاص انا مش عايز اكلمه تاني، فخلاص كل واحد بيروح في حاله. الحياه العمليه انت مجبر انك تتعامل في كل الاحوال. هو ده اللي جاي حضرتك فيه بالظبط كده بالظبط. فانت هنا ما بتختاري الاشخاص اللي انت عايز تتعاملي معاهم في اريحيه. ايوه. الناحيه الثانيه الجانب بقى الكبير جدا اللي هكمل بقيه عمري فيه ومجبر اكمل بقيه عمري فيه، ده شيء طبيعي جدا. الناحيه العمليه، انت رايح شركه ما تعرفش فيها زمايلك مين، ما تعرفش مين مديرينك، ما تعرفش اصلا الجو العام للمؤسسه اللي انت رايحها، فلازم أن تبقى عندك استعداد نفسي قوي جدا انك انت تقدر تتعامل مع الاشخاص الموجوده. ده بيندرج تحت الكوميونيكيشن سكيلز، ازاي تقدر تتعامل وتتاقلم مع البيئه اللي موجوده. حد يقول لي طب هو انا ممكن اتنازل عشان اتعامل؟ لا طبعا، انت بتتعامل بالحدود اللي انت تحطها في سياق الادب والاحترام والعمل، بيئه العمل اللي انت موجود فيها. ده مهم جدا. ده بيندرج برضه تحت حته البيرسونال سكيلز او السوفت سكيلز، المهارات الناعمه او المهارات الشخصيه. دي من الحاجات المهمه جدا 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 اللي كتير جدا من الشباب بيغفلوا عنها بصوره كبيره جدا، ودي الاساس. تمام. يعني حتى هي دي الاساس اللي هتساعدك انك تأدي مهامك الوظيفيه، لانك حتى لما بتشتغل في اي مكان انت ما بتعتمدش على مجهودك الشخصي، انت كمان بتعتمد على التعامل مع البيئه اللي موجوده معاك عشان تقدر تشتغل. الفرق الثالث معانا هو التايم، الوقت. انا عندي في الدراسه ما عنديش التزام بالوقت. انا النهارده كنت سهران مع اصحابي امبارح بالليل، صحيت النهارده تعبان مش قادر اروح الكليه، مش هروح الكليه خلاص. رحت الكليه اصحابي قاعدين قاعده كويسه، فانا لا مش هحضر النهارده، انا قاعد مع اصحابي. طبعا الحاجه الوحيده اللي في ايام الدراسه بنلتزم فيها بالوقت هو وقت الامتحان. كلنا مأجمعين بالظبط هو وقت الامتحان، عارف هبدا امتى وهنهي امتى. ولكن في الحياه العمليه لا، انا مجبر، يعني ملتزم بحضور وانصراف. انا ملتزم طول حياتي حضور وانصراف. وممكن انصرفت كمان بعد وقت الشغل لو عندي شغل كتير. والحاجه الثانيه المهمه، انا ملتزم ديدلاين بوقت محدد لتسليم التاسكات اللي معايا، المهام الوظيفيه. انا مش باخد تاسكات او باخد حاجات اعملها في شغلي عشان اقعد بيها شهرين 3 سنه، لا انا وقت محدد حسب طبيعه العمل، فلازم اسلمها في وقت محدد. فالتزام بالوقت حاجه مهمه جدا وهو التايم مانجمنت. فدي المهارات المفروض اخد بالي منها وتحديد المستوى بتاعي عشان اقدر لما اخش سوق العمل اكون ملائم بالظبط وعارف هعمل ايه. تمام، كويس جدا. طيب بما ان حضرتك حاصل على الMBA، تمام، وطبعا احنا عارفين، او خلينا نقول ماجستير اداره الاعمال، وطبعا احنا عارفين دي حاجه مهمه جدا جدا في سوق العمل، فعايزين نعرف برضو من خلال حضرتك مدى اهميتها وفائدتها بالنسبه للناس ايه؟ حضرتك ماجستير اداره الاعمال هي بتختصر تحت اختصار الMBA. هي مشهوره جدا في سوق العمل بالMBA. الMBA مهمه جدا جدا، بقت مانداتوري في وظائف في الليفل في الميدل مانجمنت والتوب مانجمنت، بيتطلب لازم يكون معايا الMBA. الMBA انت بتدرسي علوم اداره بكل جوانبها، HR، ماركتنج، فاينانس، اكاونتنج، مانجمنت. حلو قوي. بتدرسي كل حاجه، بيكون عندك ده بيوسع مدارجك وبيبقى عندك الفيجن واسعه جدا انك تشوفي حاجات انت ما كنتش شايفاها قبل كده. اوكي. وتقدري تعرفي كل اداره بتشتغل ازاي، فبالتالي انت عرفتي كمان العلاقه بين الاداره والثانيه، عشان اي تاثير سلبي على اي اداره من الادارات بيأثر ازاي على بقيه الادارات. يعني اي اداره حصل فيها دروب او حصل فيها مشكله، هي ممكن تأثر بالسلب على كل الادارات الموجوده، وبالتالي بيتأثر على الشركه ككل. فده حاجه مهمه جدا، غير ان هي كمان بتعلي وبتطور من المهارات الاداريه عند الشخص اللي بيدرس الMBA. ولكن عندنا حاجه بشوفها كتير جدا في السوشيال ميديا، ان اللي يقول انا هاخد الMBA بعد ما اتخرج، ده غلط كبير. وهقول غلط ليه؟ او هاخد الMBA وهعمل شيفت كارير، برضو نفس الكلام، وهاخد الMBA وعشان احقق احلامي. هو الMBA بتساعد حضرتك انك انت تكمل اللي انت بدأته. يعني انت في البدايه انت الاساس. الMBA عشان اقدر اخدها واستفاد بيها استفاده كبيره بنسبه كبيره ممكن توصل 80-90%، لازم انا اكون مينيمم 5 سنين في سوق العمل. 5 سنين احتكيت باقسام، عرفت الاقسام ماشيه ازاي، عرفت البيزنس بيدور ازاي، ممكن اكون اتنقلت من شركه لشركه، من بيئه لبيئه، اتعاملت مع انماط مختلفه جدا من البشر. فبالتالي انت لما بتبقى مثلا خارج من الكليه لسه فريش
وبتدرس الام بي اي، انت بتاخدها كماده وكماتيريال اكنك لسه في الكليه. مدى استفادتك بيها علميه بس. تمام. فممكن توصل ل 50 او 40%. لكن النهارده انا لو النهارده شغال بقالي 5 سنين، طبعا مهم جدا، لان انا حتى وانا بدرس الحاجه انا يعني اول ما بسمع مثلا او بعرف معلومه انا اوريدي بلنكها بالحاجه او بربطها بالحاجه اللي انا عايشها. فبالتالي مدى الاستفاده بتبقى كبيره جدا جدا. بالظبط. هو دايما لما بنيجي نباشر اي حاجه عمليه والممارسه دايما بتفيدنا اكتر من عموما الدراسه بشكل نظري. يعني عايز اقول لحضرتك بشكل كبير جدا، انا في بدايه الكارير بتاعي انا مهندس كهرباء. كنت اشتغلت في مجال الكهرباء. تمام. فكنت في حاجات كانت ناقصاني. فبعد ما اشتغلت بحوالي سنه تقريبا حبيت ان انا اخد كورس اطور نفسي في الجزئيه الفنيه دي. عايز اقول لحضرتك ان انا الاستفاده بتاعتي كانت كبيره جدا، يعني وصلت 90 وممكن 95% بسبب تطبيق. انا باخد الحاجه من هنا وبروح ابص عليها تاني يوم في الشغل وعايز اطبقها، غير لو انا باخد الحاجه مجرد علم وما اطبقهاش او مش عارف طريقه تطبيقها اصلا بتبقى ازاي، فالاستفاده فعلا بتكون اقل. طيب طبعا حضرتك عارف ان من العوامل المساعده في نجاح اي مؤسسه هو توافر البيئه العمليه الصالحه بالنسبه للموظفين، فعايزين نعرف من حضرتك دور المؤسسات ايه في انشاء هذه البيئه العمليه الصالحه والتطوير من الاداء الوظيفي للموظف. في علم مهم جدا كنا درسناه في الام بي اي واسمه اورجانيزيشن بيهافير، سلوكيات المؤسسات. العلم ده بيهتم ان هو بيدرس سلوكيات المؤسسه ككل، من حيث الفرد ومن حيث الجروب ومن حيث الاورجانيزيشن ككل. تمام. بيدرس الحاجات المؤثره اللي ممكن تاثر على الفرد في سلوكه من السلب للايجاب. بمعنى انا النهارده لما مثلا عايز في حاجه اسمها جوب ساتسفاي، الرضا الوظيفي. انا النهارده لما عايز اجعل الموظف بتاعي، لو الموظف بتاعي في الشركه مش مبسوط من شغله ومش حاسس بقيمه اللي هو بيعمله، عمره ما هيأدي بالصوره اللي انا عايزها، فانا بخسره. او حاطه في المكان الغلط فانا بخسره. في الاورجانيزيشن بيفر اللي هو الاو بي، انت بتدرس العوامل كلها اللي تقدر تخلي الموظف اللي عندك يحس بقيمه الحاجه اللي بيعملها. تمام. فبالتالي هو مجرد ما يحس بقيمه اللي بيعمله وهو اد فاليو للمكان، اوريدي هو بتاخد منه برفورمانس واداء عالي جدا. بالظبط. ده على مستوى الفرد. وفي طبعا عندنا اجزاء كتير جدا على المستوى الانديفيدوال، خلينا نقول التقدير في الشغل. بالظبط كده. صح، بيفرق جدا. بيفرق كتير جدا. والتقدير مش كله مادي، يعني مش كله مادي طبعا. يعني في مادي وفي معنوي، بس المعنوي كتير جدا جدا، وفي دراسات كتيره جدا بسبب القصه دي، اللي معظم الناس اللي بتمشي من الشركات هي بتمشي بسبب عدم التقدير المعنوي مش المادي. صحيح صحيح. المستوى الجروب من ضمنها الكوميونيكيشن. انا ازاي اعمل بيئه تواصل محترمه، ازاي لما انقل المعلومه من مكان او من شخص لشخص توصل مظبوطه، ما توصلش لحضرتك. انا النهارده لما بنقل معلومه من شخص لشخص، انا النهارده قلت حاجه معايا واحد معايا في زميلي في الشغل، فهو وصلها لواحد ثالث، فهو اكيد مش هيوصلها زي ما انا هوصلها. فهنا بندرس برضه وبنعرف الواي والميثودز في الكوميونيكيشن الكويسه والمظبوطه والبروفيشنال عشان تقدر تعمل بيئه تواصل محترمه جوه المكان. أوكي. بالنسبه لمستوى الاورجانيزيشن ككل، ازاي تحط بوليسي وسياسات تضمن حقوق الناس اللي موجوده، وتضمن حقوق الناس مش بس ماديا، كمان في العلاقات والسلطات لكل واحد موجود في الاورجانيزيشن. فالاو بي من الحاجات المهمه جدا جدا جدا، وهي اللي بتنقل الشركه او المكان المؤسسه من بيرفورمانس لبرفورمانس ثاني خالص. تمام. لان انت بتخلقي بيئه عمل صحيه بنسبه كبيره جدا. دكتور مهندس احمد عبد الغني، والحاصل على الماجستير والدكتوراه في اداره الاعمال، انا بشكر حضرتك جدا جدا على وجودك معانا، شرفتنا ونورتنا، والحقيقه افدتنا بمعلومات حضرتك القيمه. الحقيقه يعني ان شاء الله يكون في بينا لقاءات متعدده عشان نفيد اكتر الساده المشاهدين. يعني انا سعيد جدا والله بتواجدي مع حضرتك، ويا رب اكون كنت ضيف خفيف على الساده المشاهدين الكرام وعلى حضرتك. انا اسعد يا فندم، شكرا جدا لحضرتك.